ديال الحمض. عصير الحمض المهم ما تشريوش اون بواط، تشريوه الا بغيتو تشربوه صوبوه نتوما. تعرفوا علاش؟ لانه فعلا فيه واحد الماده اللي مهم اللي معروف عليه هو انه فيه الفيتامين سي اللي كتعرفوا عليه مزيان، ولكن ماشي غير الفيتامين سي اللي فيه واحد جوج حوايج زوينين بلا الفيتامين سي بغيكم تعرفوهم وتعرفوا علاش الليمون زوين وعلاش فيه شي حوايج اللي مرتبطه بالصحه ديالنا. وهذيك الماده فعلا ماده رائعه جدا. غادي نهضروا على الماده الاولى اللي هي السيترات. ماده كيحتوي عليها الليمون. كنقول الحامض هنا. السيترات مهمه جدا. الاهميه ديال السيترات فاش كتعاون باش الحجر ديال الكلاوي ما يكونش عندنا بزاف في الصحه ديالنا. لذلك الليمون مزيان بهذا الوجود ديال السيترات. الماده الجوجه اللي بغيت نهضر عليها بزاف وان لا فيتامين سي كما عارفين كيحسن البشره ديالنا، كيعزز عمليه الهضم. هذه الماده هذه اللي بغيت الثالثه اللي مهمه هي الاهم في هذا الشيء كامل، لا من فيتامين سي ولا من السيترات، هي الفلافونويد. هذه ماده فين كثيره بزاف، كثيره في الليمون، يعني الحامض، ماشي الليمون ماشي البرتقال، الحامض. وعلاش الاهميه ديالها مهمه بزاف؟ لانه فيها واحد، هي عاوتاني فيها كتعرفوا السنشير موليكولير، واحد الماده سميتها لاريوسيتين. الماده اللي غادي نهضروا عليها بزاف دابا ونقول لكم اش كتصلح. هاد الماده لاريوسيتين اللي كاينه في الفلافويد واحد الاهميه ديالها، كاينش احسن من الفلافويد لاريوسيتين اللي كتنقص من الدهون ديال الكبد. فعلا عندها واحد ليفي اكسترا اوردينير. كتشربي عصير ديال الحامض الصباح، عصير يعني بكلشي ليا، يلاه تحيدوا ليه داك البيض ديالو، الليمونه كلها بالقشور ديالها، تحيدوا له الزاز وداكشي، وديروا به عصير مع الماء. دونك كيف مهم بزاف يعني بالنسبه للكبد الدهني ولا داك التغلاف ديال الصحه اللي كاين. كيكون كبد الزايد، كيكون في الكرش، كيكون مغلف به كبده بولفاف. الوغ حتى بعد يعني حتى الابحاث بينات على بان هاد الفلافويد ولا هاد المواد هادي شنو الدور ديالها. كان عندها دور جد مهم فاش في مضادة الأكسدة. وتعرفوا الأكسدة منين كتجي؟ سورتو حيت كناكلو بزاف ديال الكربوهيدرات، يعني السكريات.